يا اخي من امبارح لما تشوف المشكله بتاعت صلاح مع كلوب وتشوف ردود الافعال بالنسبه لنا كمصريين وعرب، تستعجب وتقول سبحان الله سبحان مغير الاحوال. مش ده صلاح اللي كنا بنلف وراه بازل لغايه فيورنتينا وروما ولغايه ما وصل ليفربول، وصل اللي هو فيه ده. وكان في الوقت اللي كان فيه ده ما كانش فيه اتنين يختلفوا على صلاح، وكنا دايما بندعم صلاح. وعلشان دماغك بس ما تاخدكش وتسوحك، لان انا عارف في ناس كتير هتقول لك انت شمتان او غيره او احنا شمتانين. الموضوع مش موضوع شماتة، ولكن الموضوع هو غزة. غزة خط احمر لاي حد ومهما وصلت فين. غزة بالنسبة لنا هي خط احمر. غزة بالنسبة لنا هي طار. غزة بالنسبة لنا هي اخوتنا. فانت لو جيت على الموضوع ده اعرف ان محدش هيقف معاك الا قله قليله. هتقول لي يا اخي ما هو اتبرع بكام مليون، انت عملت ايه؟ الموضوع مش موضوع تبرع وفلوس، الموضوع موضوع صوتك. انت في مكان صوتك بيفرق، صوتك بيغير وجهة نظر، وانت في المكان ده عندك امكانية انك انت تغير وجهات نظر في العالم بقدر كبير مش قليل، لان اللي بيتابعك ناس كتيرة جدا بتتابعك. فلما تيجي تستخسر صوتك في موقف حساس زي ده لازم الناس تزعل منك. الموضوع مش موضوع شماتة، انت لو عايز تشمت فيه مش هتلف وراه الاندية دي كلها، مش هتروح تدعمه في اي مكان كان بيروحه. تقول لي يا عم وانت مالك، هو حر. تمام مفيش مشكلة، انت حر، بس لكن لو بعت نفسك ليا كلاعب كورة فقط. لكن انت من الاول بعت نفسك ليا ان انت وطني، بعت نفسك ليا ان انت مش راضي تسلم وانت ببذل على اللاعب اليهودي، انت بعت نفسك ليا كجمهور عربي وكجمهور مصري بالاسطمبة دي بالشكل ده. فاللي حاصل دلوقتي درس وعبرة لأي حد مهما وصلت مكانته لإيه، إن أنت تخلي بالك دايما إن غزة خط أحمر. قضية القدس وفلسطين بالنسبة لنا قضية حياة أو موت. مهما اختلفت الأزمان، فلسطين في القلب، غزة في القلب. فسبحان الله، ومن يهن الله فما له من مكرم.